تخيل تبص قدامك على جبل صخر صلب مفهوش روح، وفجأة يتشق. ومش بس يتشق، ده يطلع منه حاجة مستحيل العقل يصدقها. يا ترى لو شفت معجزة بعينيك هتؤمن فورا ولا هتقول دي صدفة؟ قوم ثمود كانوا أقوياء جدا، بينحتوا بيوت في الجبال، شايفين نفسهم فوق أي حد. ربنا بعت لهم نبي منهم يعرفوه كويس، كان بيكلمهم بهدوء: يا قوم اعبدوا ربنا، بلاش كبر. بس هما ما حبوش حد يقول لهم الصح. قالوا له بمنتهى التحدي: لو انت صادق خلي الجبل ده يتشق ويطلع منه ناقة قدام عينينا. طلبوا حاجة مستحيلة، يمكن كانوا فاكرين إنها مش هتحصل، لكن النبي دعا ربنا بمنتهى اليقين. وفجأة الأرض اتهزت، الجبل اتفتح قدامهم، ومن قلب الصخر خرجت ناقة ضخمة. الناس اتصدمت، المعجزة قدام عينيهم. النبي قال لهم: دي ناقة الله، ليها يوم تشرب فيه من البير، وانتم ليكم يوم محدش يقرب منها. الموضوع كان اختبار، مش اختبار معجزة، لأ، اختبار طاعة. بس الكبر رجع تاني، وقالوا: واحنا ليه نستحمل ده كله؟ واتفقوا يخلصوا منها. وفي لحظة غدر ذبحوا الناقة. وقال لهم النبي: استمتعوا في بيوتكم 3 أيام بس. وبعدها صيحة قوية جدا، رجفة هزت الأرض، وسكت بعدها كل شيء. المعجزة كانت فرصة، بس هم ضيعوها. مش كل حد بيشوف آية بيؤمن. المشكلة مش في الدليل، المشكلة في القلب. ربنا ساعات بيبعت لنا إشارات واضحة، نصيحة، موقف، تحذير. لو تجاهلناها نكون إحنا اللي اخترنا. مش كل جبل بيتشق، بس كل قلب ممكن يلين. ودلوقتي مين النبي اللي قومه طلبوا منه معجزة فخرجت لهم ناقة عظيمة من الصخر، لكنهم قتلوها بعنادهم؟ فكر كويس، الإجابة مش بس اسم النبي، الإجابة درس لكل واحد فينا. وأشوفكم مع حكاية جديدة يمكن تغير نظرتك للصبر والدعاء.